ديما يجيكم الخبز السوري معجن وما ينفخلكمش. اليوم راح تغسلوا كامل هذا المشكل. جبت لكم وصفة معتمدة للخبز المنفوخ يجي خفيف ومثالي للسندويشات. تبعوا معايا هاد الخطوات البسيطة وراح تنجحوا فيه من أول تجربة. يلا نبداو. أنا هنايا درت الفرينة. الفرينة كيما تحبوا نتوما، شحال من كونتيتي راكم حابين تخرجوا عندكم ميزانكم. درت معلقة كبيرة تاع سكر، درت معلقة كبيرة تاع خميرة الخبز، درت شوية ملح، ودرت 3 معالق تاع زيت الزيتون. واللي حاب يدير زيت نورمال يدير زيت نورمال. حليتهم شويه بيديا وجبت الماء سخون وبديت نطم فيها. أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما وهنا العجينه كي نعاني طموها، من طموها غيظ ماهي ما يابسه يابسه، وسقام. ما تتعجن، ما نقولوا تتلاصق مليح نورمال. ومن بعد جيبوها ديروها في بلان دو طرافاي تاعكم وحلوها شويه، خلوها تنتفخ. ومن بعد جيبوها بيان سور هنا ديروا فرينه وبديت نقطعها الى دوائر، خليتهم يتنفخوا. ومن بعد جيت بديت نحمي في الطاجين تاعي ومن راني نحل في دوك الدوائر. حليتها ودرتها طيب. تكونوا منقصين له كامل كاع وهنايا غير كي ديروه في الطاجين اغلقوا عليه باش يتنفخ لكم. تفوت ميم با 3 دقائق وتشوفوا كيفاش غادي يولي ينتفخ. ولو تدوروا فيه غير بسياسه وغادي يولي ينتفخ لكم. انا يعني شاركتها معكم وعمرته بواش عندي في الدار، نتوما كل واحد واش يعمر. وهنايا في الاخير ما تنساوش تدعموني وتشاركوني. سلام.